الحمد لله الذي أرسل إلينا خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. قريبا سنحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد الأكرم الذي غير وجه التاريخ وأخرج الناس من الظلمات إلى النور. المولد النبوي ليس مجرد مناسبة عابرة، بل هو محطة إيمانية تتجدد فيها المحبة والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع اقتراب هذه المناسبة العطرة تعم الفرحة القلوب، وتزين الشوارع بالأنوار، وتقام حلقات الذكر، وتتلى السيرة النبوية العطرة لنستحضر مواقفه المشرفة وصبره العظيم ورحمته الواسعة. إنه وقت نتعلم فيه أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة أخلاق قبل أن تكون رسالة أخلاط وبالفق والنبذ الظلم والبغضاء. فميلاده لم يكن فرحا للمسلمين وحدهم، بل كان فرحا للإنسانية جمعاء، لأنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق وينشر نور الهداية بين الناس. وفي المولد النبوي نتذكر طفولته اليتيمة وشبابه الطاهر وأمانته التي جعلت قريش تسميه الصادق الأمين، ونتذكر هجرته وجهاده وصبره في سبيل نشر كلمة الحق حتى وصل إلينا هذا الدين العظيم صافيا نقيا.